مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى معايا في الفيديو ده نتعرف على كل اسرار البشاميل عشان يطلع معانا بالجمال وبالحلاوه دي. طبقه كريمي بتدوب في البق دوب حاجه كده خيال. فاقل ان شاء الله من تلت ساعه تقدري تكوني انجزتي الصينيه ودخلتيها الفرن، وكمان خرجتيها على سفرتك بالشكل الجميل ده. هتشرفك ان شاء الله قدام كل ضيوفك. بجد طعمها خطير جدا، بتعجب اولادي دايما. من وقت للتاني بعملها لهم. بقى هاتي بقى معانا كده ورقه وقلم، وتعالي بقى اعرفك كل التريكات بتاعتها وتكتبيها عشان تحفظيها، وبعد كده تبتدي تعمليها. معانا هنا كيلو مكرونه اقلام. سخنت طبعا الميه لحد ما بدات تغلي معايا، بدات اسقط فيها المكرونه، وبعدين بحط معلقه كبيره من الملح. طبعا بحط هنا بالوايه، ما انا كده كده ايه عارفه عيار المعلقه يعني. مش بحط طبعا هنا زيت خالص في الميه بتاعه المكرونه. بعد كده نبتدي لطبقه الحشو براحتنا بقى يا جماعه. نعصج لحمه مفرومه، عندنا كبد وقوانص زي اللي عندي دي دلوقتي. ببتدي طبعا اقطع الخضار زي ما كده شايفين، واحط عليه كل حاجه ني في ني. بعد كده بضيف التوابل براحتنا بقى، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كركم، كاري، بهارات فراخ، فلفل اسود وكمون. يعني لعبي في البهارات براحتك، واسيبهم بقى طبعا مع 3 معالق زيت كبار يتعصجوا براحتهم. في الخطوه دي بقى كانت خلاص المكرونه اتسلقت معايا، وبدات اطفي عليها واحط عليها يجي حوالي 3 اكواب ميه ساقعه. معايا كمان هنا 2 كيلو من اللبن، انا خرجتهم من الفريزر يفكوا كده على جنب. ببتدي بقى هنا طبعا الخطوه بتاعه البشاميل، ركزوا معايا جدا جدا يا جماعه. احط هنا كده نص كوبايه سمنه زبده او اي نوع ماده دهنيه احنا بنفضلها. كمان معايا من كوبين ونص دقيق ل3 اكواب دقيق، على حسب طبعا. ببتدي طبعا احط اول حاجه بس كوبايه دقيق واحده بس على نص كوبايه السمنه دي لحد ما يتكتل معانا بالشكل ده. ببتدي بقى بعديها اضيف كوبايه لبن، يعني ابتدي اضيف اللبن تدريجيا عشان انا محتاجه افكك كل التكتلات دي، لاني طبعا صعب لو ضفت عليها اللبن كامل هتكون يعني التكتلات دي هتكون مبالغ فيها قوي، هتفكك بايه بصعوبه. فكده بيكون افضل ان انا ابتدي اعملها. في كمان تركه مهمه جدا يا جماعه، انا مش بخلي الدقيق يصفر زي ما في بعض الوصفات بتتعمل. انا يا دوبك مجرد ما السمنه ما بتختلط بالدقيق فورا بضيف عليهم اللبن، لان الكريمه بتاعه البشاميل انا محتاجاها تكون بيضه. البشاميل لازم يكون ابيض، ما يكونش مصفر ابدا. بحط بقى بعد كده الكوبايه التانية من الدقيق على اللبن وهو ساقع كده، يعني ما نخافش ابدا. دي طبعا دي التركية التانية. انا مش بحب اضيف طبعا كل الدقيق عشان بيتكتل بطريقة مبالغ فيها زي ما اتفقنا. فبحطهم هنا وما تخافوش جدا يا جماعة، بيذوب ذوبان زي النشا كده لما بنيجي نحطه على اي حاجة ساقعة. ببتدي بقى احط شوية توابل، انا بس عندي فلفل اسود وكمون هنا، وبحط مكعبين شوربة دجاج. هنا كانت الحشوة بدأت تتعصق خلاص وكنت هطفي عليها. بظبط بقى طبعا الملح بتاعي هنا في البشاميل، وكمان احتاجت حوالي يعني كوبايه الا ربع كمان. يعني قلنا يا جماعه زي ما اتفقنا على حسب طبعا نوعيه الدقيق اللي هتدينا الربطه الجامده بتاعه البشاميل دي. فطبعا ايه بحطهم تدريجيا لحد ما بخلص الكميه كلها. فانتي حطي قدامك 3 اكواب، حطي كوب منهم على نص كوبايه السمنه، وبعد كده تبتدي تحطي الباقي تدريجيا عليه وهو كده لسه حليب، لحد ما نوصل للقوام التقيل ده. شايفين بتعمل علامه، يعني المضرب اليدوي دلوقتي بيعمل معانا علامه على طبعا ايه على الوش كده. ده زائد طبعا ان هو لما هيبتدي يهدى اساسا من على النار، اول ما نيجي نطفي هيبتدي يتكتل معانا اكتر من كده، زي كأنك بتعملي مهلبية بالظبط. ببتدي بقى هنا هبتدي ارص طبقات الصينيه. ببتدي طبعا ارص البشاميل الاول، بعد كده ببتدي احط المكرونه. في طبعا في بعض الوصفات او بعض الشيفات بيحطوا المكرونه على البشاميل وبيخلطوهم الاول في يعني في وعاء كده لوحديهم، وبعد كده بيبتدوا يحطوا في الصينيه. بس الخطوه دي بتكون اسهل للوقت، وكمان مش بتبهدل الدنيا زي ما احنا كده شايفين. كده كده البشاميل هيتحط من تحتيها ومن فوقيها، فهي هياها يعني. فمهم قوي الخطوه دي ان يكون البشاميل طبعا يتجانس مع طبقه المكرونه كويس قوي، علشان لما نيجي نقطع القطع تبقى قطعه متماسكه ايه كل الطبقات مع بعضيها مش مفرفته كده مننا. ببتدي طبعا احط الحشوه عندنا براحتنا زي ما اتفقنا، اي حشوه براحتنا، صدور فراخ، عندنا لحمه مفرومه زي كده كبد وقوانص، ايا كان يا جماعه. برضو لازما بحط بشاميل هنا عشان كله ياخد كده من الطعم بتاعه، وتبقى زي ما اتفقنا الطبقة ايه متماسكة. بعد كده هبتدي احط كمية المكرونة اللي فاضلة معانا كده زي ما كده شايفين، وارصها كويس قوي واظبطها زي ما كده شايفين. في الخطوة بقى الأخيرة ببتدي طبعا أحط طبقة البشاميل المحترمة دي. مهم جدا جدا إن تكون طبقة البشاميل تقيلة وفي نفس الوقت تكون كتيرة، علشان ما تغصش في قلب المكرونة. لأني طبعا يا جماعة كل ما كان البشاميل تقيل بيفضل طبعا واقف على سطح المكرونة، مش بيغوص تحت في الطبقات. لكن لو كان خفيف طبعا بيغوص في الطبقات. ودلوقتي لما بنيجي ندخلها الفرن بنلاقي إن المكرونة بدأت تعمل بروز كده على السطح، وحتى كمان ممكن تحرق في السوا.
فمهم جدا الخطوة دي من ضمن التركات اللي لازم يا جماعة ايه تدونوها عندكم عشان تطبقوها بعد كده. بظبط هنا بقى كده السطح بتاعي عشان اخليه املس بالشكل الجميل ده. هنا بقى يا جماعة التركاية كمان الاخيرة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا، ان انا بدل البيض بستبدله طبعا بايه معلقتين كبار من الزيت، ابتدي املس بيهم على السطح بتاعي. طبعا الخطوة دي منعا للزفارة، والناس طبعا اللي مش بتحب البيض او لو ما كانش اصلا متاح عندنا في وقتها. بدخلها طبعا الفرن من تحت، مش بشغل الشواية، بسيبه هو يتحمر لوحده على الصهد بتاع الفرن. خرجت طبعا معايا بالجمال وبالحلاوة دي. هوريكم طبعا الطبقة من تحت. شايفين يا جماعة هو مستوي، كل حاجة طبعا مستوية من قبل ما ندخلها الفرن. فالناس اللي هتقول لا ده البشاميل كده مش مستوي، يبقى طبعا ايه مش يعني اسفة مش عارفين طبعا ان الصح. فالصح يا جماعة ان البشاميل اساسا معانا هو مستوي من قبل ما يدخل الفرن. كل الفكرة يا دوبك ان احنا بنخلي الطبقات بس تتجانس مع بعضيها، ليس الا يعني. فشايفين بقى الجمال، طبقة بيضة كريمي حاجة كده في منتهى الروعة. بجد بجد جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تعتمدوها بعد كده، مش هتبطلوا تعملوها ابدا، ان شاء الله تعجب ضيوفكم واولادكم وكل الناس. يا رب تكون الوصفة عجبتكم ويكون الفيديو كان سريع كده وجميل. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنونا بقى في فيديوهات جديدة بوصفات جديدة بتركات أجدد إن شاء الله. مع السلامة.